الدار الجديدة والقبو الغامض. هاد القصة وقعت لواحد البنت كتقول وقع ليا واحد الحاجة غريبة هاد الأيام، حاجة ماشي بحال أي حاجة عشتها من قبل. أنا ماشي من الناس اللي كيخافوا بزاف، ولكن واش عمركم حسيتوا بالرعب وهو كيجري في العروق ديالكم بلا سبب واضح؟ نعم، هاد الشي اللي وقع ليا. كنا أنا وخوتي فرحانين حيث انتقلنا لدار جديدة مع العائلة، دار كبيرة فيها طابقين وحديقة صغيرة، ولكن كان فيها واحد المكان ما قدرتش نرتاح فيه من أول مرة شفته، اللي هو القبو. القبو ديال الدار كان كبير بارد، وكتحس فيه بحال شي حاجة ثقيلة كتنزل فوق صدرك. قلنا غادي نحطو فيه الحوايج الزايدة، الفراش، الكراطين ديال الكتوبة وكلشي اللي ما كانش ضروري. نهار من الأيام كانت عندنا سهرة في الدار، خطيبي وعائلته غادي يجيو يتعشاو معنا، وماما قالت لي بنيتي هبطي يلا بغيتيك، حط هاد الكيس في القابو، مبقى لينا وقت. ديت الكيس وهبط، بمجرد ما وطأت رجلي الأرض الباردة ديال القابو حسيت بشي حاجة ماشي هي هاديك. وقبل ما نحط الكيس الباب تسد بوحدو من ورايا. تخلعت شوية، ولكن قلت مع راسي غير الريح، ماشي وقت الهبال دابا. ولكن أنا كنجبد الناس باش نطلع، عيني وقعت على شي حد، راجل واقف وسط القبو كيشوف فيا، عينين كبار ماشي طبيعية، الضو كان خافت وما شفتش الملامح ديالو مزيان، ولكن النظرة ديالو عمرني شفت بحالها. بقيت بلا حركة كيما هو، ما نطقت، ما تحركت، ما تنفست، حتى دار ظهرو واختفى في العتمة. طلعت بسرعة ودخلت لبيتي، قلت مع راسي يمكن غير الخوف الزايد هو اللي لعب عليا، ما كاين والو، خاصني نوز جد راسي للاشياء. ولكن اللي وقع من بعد هو اللي قلب حياتي كاملة. من بعد ما طلعت من قاب مشيت لبيت النعاس باش نرتاح شوية. ما كنتش مرتاحة، ولكن قلت يمكن غير التوتر ولا الضغط ديال التحضير للسهرة. جلست فوق السرير وبلا ما نحس عيني تغمض ونعست، ولكن فاش فيقت لقيت داك الراجل واقف قدامي، نفس النظرة، نفس الوقفة، ما كيهدرش وما كيتحركش، غير كيشوف. كان قريب بزاف، حتى حسيت النفس ديالو فوق وجهي. رمشت بعيني مرة جوج، ولكن ما تحركش. استعذت بالله من الشيطان وبديت كنقرأ آية الكرسي بصوت مرتجف: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. كنت كنقرأ وقلبي كيدق بسرعة. فجأة دخل بابا للغرفة وشعل الضوء وسولني: بنيتي مالك، شنو وقع؟ قلت له كلشي. وقالها لي ببساطة: لا راه غير الضغط النفسي، بزاف عليك هاد الأيام، بين الدار الجديدة، الخطوبة والسهرة ديال اليوم، خاصك ترتاحي. بصراحة كلامو ريحني شوية، ولكن ما قدرش يطفي داك الخوف اللي تعشش في قلبي. حاولت ننسى، حاولت نبدل الجو، ولكن فاش جا وقت العشاء الرعب زاد وتحول لشي حاجة ماشي طبيعية. جلسنا كاملين في طاولة العشاء والجو كان زوين، الضياف ضاحكين وانا كندير المجهود باش نبان بخير، ولكن وانا كنضحك معاهم عيني مشات للغرفة اللي مقابلة الطاولة ديال العشاء، وشفتو الراجل، نفس الراجل واقف وسط الظلام وكيشوف فيا بنفس الطريقة المرعبة. قررت في ديك اللحظة ما نخافش، وقفت ومشيت ناحيته. العائلة بقاو كيشوفوا فيا بحال شي حد مجنون، ولكن أنا
كنت خاصني نعرف شكون هو وشنو باغي مني. هبطت للقاب، الضو خافت والرطوبة كتحك في العظام، ووسط الظلام قلتها بصوت مرتجف: شكون انت؟ شنو باغي مني؟ ما جاوبنيش، غير صوتي كيرجع كأنه جاي من عالم آخر. ولكن فاش بغيت نخرج لقيتو قدامي كيشوف فيا بنفس النظرة، وهاد المرة كنت قريب نطيح من الخوف. ما قدرتش نهرب، ما قدرتش نتحرك، لا حتى نتنفس. سمعت ماما كتنادي باسمي من فوق، وبابا بدا كيهبط في السلالم ديال القاو بسرعة. فاش دخل الراجل اختفى. جريت لعندو وعانقتو وانا كنرتجف، قلت ليه كلشي، وبابا قال لي غدا غادي نجيب الشيخ يقرا على الدار. ومن ديك اللحظة عرفت ان الرب الحقيقي باقي ما بدا. ديك الليلة من بعد كلشي اللي وقع حاولت ننعس باش نهرب من التفكير، ولكن الرعب كان سبقني للحلم. أحلمت بالقبو، نفس القبو، ولكن هذه المرة كنت فيه بوحدي، بلا باب بلا مخرج، وكان الظلام كثيف بحال الضبابة. من وسط هذاك السواد بان هو الرجل الغامض. ما كانش كيشوف فيا بحال قبل، كان كيقرب، والصوت اللي ماشي بحال صوت البشر قال لي: ما غاديش نأذيكم إلا ما أذيتونيش، لكن هاد القابو ديالي ما تنزلوش ليه، ما ترموش الحوايج فيه، وخاصة ما تجيبوش الشيخ. إلا ديرتوها راني غادي نحرق الدار قبل ما يدخل. فجأة حسيت بالقبو كيولي سخون، الجدران بدات كتشقق، والنار بدات كتشعل في الأرض. صرخت وبديت نجري وسط الظلام. كنت كنطلب الرحمة حتى فقت من الحلم وانا كنتعرق والبرد كيدق في دراعي. في الصباح لقيت بابا كيقلب في التليفون على رقم الشيخ. مشيت عنده وانا باقي مخلوعة، وقلت له: بابا، ما كاين باس، غير حلم خاوي، كنت غير مضغوطة البارح. قال لي: بنيتي، انتي قلتي لي بلي شفتيه وكنتي كتخافي وما خاصناش نغامرو. ولكن كنت متأكدة ان داك التهديد ماشي غير حلم، كان حقيقي، صوت واضح وكلمات ما نسيتهاش. بالكلام ديالي قدرت نقنع بابا يتراجع، وقال لي: إلا كنتي بخير ما غاديش نجيب حد، ولكن غير زيدي راقبي راسك. وفاش مشى لقيت غير كنجلس في الصالة كنسمع النبض ديال قلبي، وكنقول مع راسي: واش انا حمقى ولا هاد الراجل فعلا كاين وعايش معانا؟ ولكن الجواب ما طولش بزاف باش يبان. من داك النهار بدات كتوقع امور ماشي مفهومه. من بعد داك الحلم بدات كتوقع حاجات غريبه في الدار. فاش كنخرج من البيت نلقى السرير مقلوب، الحوايج مطروحه، ولكن فاش نرجع كنلقى كلشي مرتب نقي، وكأن شي حد خدام خفيه. سولت ماما، قالت لي: ما دخلتش لبيتك، وانا ما كنلمسش والو من داكشي ديالك. حتى خوتي كلهم قالوا نفس الحاجه. فاش كنفيق في الليل كنسمع خطوات خفيفه بحال شي حد كيمشي في السلالم وكيدور في الكوريدور، ولكن فاش كنخرج نشوف ما كاين حتى شي حد. ما بقيتش قادره نفرق واش كنحلم ولا كنهلوس ولا فعلا شي حد كاين بيناتنا في هاد الدار. واحد النهار قررت نواجه الخوف، رجعت للقاب، ولكن هاد المرة بلا خوف. دخلت وبديت كنقلب في الحوايج القديمة، في الكرتونات، في الصناديق اللي نسيناها. فاش فتحت واحد الصندوق لقيت كتاب قديم متغبر، وبين صفحاته كانت ورقة مكتوبة بخط غريب بحروف ما مفهوماشي، غير كلمة واحدة واضحة بالعربية: حررني.
منين قريتها البرد دخل قلبي، وضوء القبو ترفد، والظلام طاح مرة واحدة، وكنت كنسمع نفس الصوت من الحلم كيتردد: حررني حررني. خرجت من القبو جارية بلا ما نسد الباب، ورجعت لبيتي وأنا كنترعد. من بعد أيام قلت نجرب نسول شي جار من الحومة على الدار ديالنا. لقيت مول الحانوت اللي قريب منا وسولتو: عمو، واش كتعرف شي حاجة على الناس اللي كانوا ساكنين قبل منا هنا؟ جاوبني هو كيشرب القهوة: كانت ساكنة واحد العائلة هنا، ولكن مات ليهم ولدهم الصغير في حادثة، وكيقولوا باللي القبو كان هو السبب. حيت طاح فيه وبقى تيبكي حتى مات. قلبي تزاد فيه واحد الخوف، خصوصا فاش قال: الغريب هو أن الجثة ديالو ما بانتش نهائيا. من داك النهار فهمت أن الروح اللي في القبو ماشي شريرة، ولكن حبيسة. في واحد النهار دخلت للقبو، قلت بصوت واضح: ما غاديش نأذيك، ما بغيت غير نفهمك. حتى كملت الكلام البرد بدا كينقص والجو ولا هادئ. رجعت نشوف داك الكتاب القديم، وبين الصفحات لقيت خريطة صغيرة كتدل على مكان مدفون في سطح القبو. جبت بابا وحفرنا في داك المكان، ولقينا بقايا عظام صغيرة مربوطة بثوب طيف، بجنبه لعبة صغيرة. عيني دمعت، وبابا قرا الفاتحة، ودينا العظام للمقبرة ودفناهم في مكان لائق، ودعينا معه. من داك النهار مبقات حتى حاجة غريبة كتوقع في الدار، لا خطوات، لا قبو كيتسد، لا نظرات تخوف، كلشي رجع طبيعي. فاش كنت كنصلي حسيت بشي دفء في كتفي، شي طيف داز من جنبي بحال شي وداع. اليوم القبو ما بقيناش كنستعملوه، ولكن كل مرة كنفتحو الباب كنقول في قلبي: الله يرحمك ويجعلك من أهل الجنة يا روح الطفل الصابر. الرعب مرات ما كيجيش من الشر، مرات كيجي من الألم اللي ما عرفناش نسمعه. كاين أرواح مبغاش يأذيو حد، بغاو غير يرتاحوا.